السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد مشاركة صلاح والنني أمام بوتسوانا، يصبح صلاح والنني لاعبان من ضمن 13 لعيب كسروا ال100 مباراة مع منتخب مصر في تاريخ مشاركتهم. يعني 13 لعيب بس اللي شاركوا أكتر من 100 مباراة مع المنتخب المصري. فتعال نشوف مع بعض قائمة أكتر لاعبين مشاركة في تاريخ منتخب مصر. وزي ما قلت لك صلاح والنني، فأنا حرقت لك أول اسمين، فهنرتبهم مع بعض ونقول من الأقل للأكثر. خلينا نبدأ بالمركز ال 13 اللي لسه قايلينه، طبعا هو محمد النني لاعب الأرسنال ولاعب بازل السابق. في المركز ال 12 محمد صلاح لاعب ليفربول، المقاولين، فيورنتينا، روما، كل حاجة، صاحب أكبر عدد من الأهداف في تاريخ ليفربول قريب، وهيبقى هداف دوري إنجليزي، وخد هداف دوري إنجليزي كذا مرة، أفضل لاعب في أفريقيا كذا مرة. كل حاجة كويسة في الكورة بس عملها صلاح، كل حاجه كويسه موجوده في الكوره بس عملها صلاح. ده اللي بتخليه في المركز 12 مع منتخب مصر في 100 مشاركه، ومتوقع ان هو يبقى اكتر اللاعبين مشاركه لان لسه قدامه العمر طويل في الكوره. في المركز ال 11 متساوي معاهم وهم اللي اشتركوا معاه بقى، هو محمد ابو تريكه. كابتن محمد ابو تريكه هو اللاعب رقم 11 في تاريخ مشاركات منتخب مصر برضه ب 100 مباراه. يعني كده عندنا 3 لعيبه زي بعض في اول 3 مراكز، والتوب 10 كلهم اكتر منهم. بس محمد ابو تريكه لاعب الاهلي، لاعب الترسانه، لاعب بني ياس الاماراتي، وصاحب بطولات كتيره جدا مع فريقه وبطولات كتيره جدا مع المنتخب. 2 افريقيا من ال3 بتوع المعلم حسن شحاته، كان ابو تريكه ليه دور كبير جدا فيهم، زي ضربه الجزاء الاخيره قدام كوتيفوار والهدف في النهائي امام الكاميرون. في المركز العاشر معانا باك شمال من اقوى باكات شمال في تاريخ منتخب مصر، تقريبا كله بيختاروا في التشكيله التاريخيه. انا نفسي ما حضرتوش لكن اسمع عنه كل الكلام الكويس ده. واحد من اعظم من لمست رجليهم الكرة بشهادة ناس كتيرة في الباك الشمال، لاعب النادي الأهلي صاحب 108 مباراة، هو الكابتن الخلوق المحترم ربيع ياسين. هو معانا في المركز العاشر. بينما في المركز التاسع بيجي واحد من نجوم وأساطير الزمالك والأولمبي. طالما قلت الزمالك والأولمبي مع بعض المفروض تعرفوا هداف التاريخي لنادي الأولمبي وصاحب شعبية نادي الأولمبي كونت تحت إيده تاريخ، على رأي شيكابالا لما قال له يا عظيم. اما قال له كده مين بقى اللي يا عظيم ده؟ هو الكاس. ما كان بيقولوا له يا كاس يا عظيم. يا عظيم. مين؟ كاس عظيم. بيقولوا له يا كاسو على طول، لان هو احمد الكاس صاحب ال110 مباراه مع منتخب مصر، نجم الاولمبي، والتاريخ صنع في الزمالك عن طريق احمد الكاس. في المركز الثامن بيجي معانا لاعب انا بحبه على المستوى الشخصي والله، بحب اتفرج عليه وحضرته في اخر ايامه، وكمان بيحلل دلوقتي في قناه من القنوات المختصه بتحليل الدوري المصري. هو عبد الظاهر السقا ب 112 مباراه كاملين. في المركز السابع معانا بيجي واحد من لعيبة وأساطير النادي الأهلي، منتقل ليه من غزل المحلة، المفروض أنت عرفته خلاص، بس هو واحد من أساطير الدفاع ويعتبر أقوى مدافع في تاريخ منتخب مصر. ما شفتش بقوته واستمراريته عن نفسي، وغالبا مش هشوف على المدى القريب. هو الكابتن وائل جمعة لاعب الأهلي السابق ومحلل بين سبورت الحالي. في المركز السادس يجي معانا واحد من أساطير الدفاع اللي لعبوا في ألمانيا قبل عودته إلى النادي الأهلي، وواحد من أساطير يعني ممكن نقول تدريب منتخب مصر للأولمبي، لأن هو نجح معاهم في أولمبياد 2012 إنه يعدي الدور الأول، ودي حاجة مش سهلة جدا نعملها، أصبحنا نعملها في الفترة الأخيرة، لكن إنك تعملها بمدرب مصري دي حاجة غريبة. الكلام هنا على واحد من المدافعين الأقوياء جدا مع منتخب مصر اللي حققوا معاه حاجات كتير، يعني حاجات كتير زي تأهل لكأس العالم 90، ولعب معاهم مباريات كتيرة جدا بواقع 122 مباراة، وهو الكابتن هاني رمزي. هو في المركز السادس معانا. نيجي بقى لأكتر 5 لاعبين مشاركة مع منتخب مصر. في المركز الخامس هو واحد من أساطير الباك اليمين، واحد يعتبر كل ما تجيب سيره الباك اليمين يقول لك ده افضل واحد لعب، يا ترى الناس اللي بتلعب هتبقى زيه ولا لا. الكلام دلوقتي على واحد لاعب في مركز الباك اليمين كان واخده رايح جاي بسرعته المشهوره، وكان كمان هداف وبيسجل اهداف، ولعب كتير جدا بواقع 131 مباراه، وده رقم اسطوري اصلا. هو الكابتن ابراهيم حسن في الباك اليمين.
خلصنا ابراهيم حسن، فبنروح في المركز الرابع ومعانا باك يمين او مدافع، باك شمال، ديفندر، هتحتاجه هتلاقيه في اي مكان، مشهور برجولته المفرطه، لاعب الاسماعيلي وبيراميدز والاهلي اللي صنع معاه تاريخ كبير، بس تاريخه وشهرته كانت في منتخب مصر عشان رجولته المبالغ فيها. هو احمد فتحي في مركز الباك اليمين الاساسي، ولو احتاجته زي ما قلت لك قلب دفاع وباك شمال، وعملها في ماتشات مهمه جدا واجاد فيها جدا بواقع 135 مباراه. في المركز الرابع احمد فتحي. في الثلاث مراكز الاولانيين لازم بقى نشوف مين هم. يعني اول ثلاث مراكز دي حاجه كبيره جدا، ان انت تبقى اول ثلاث مراكز مشاركه مع منتخب كبير قوي زي منتخب مصر. فالمركز الثالث بيروح لواحد من اساطير حراسه المرمى في افريقيا، او الاسطوره الاوحد في افريقيا، ومش هبالغ لو قلت من اساطير حراسه المرمى في العالم كله، اللي لعب لحد الحاجه و40 انت 100% عارفه، بس انا لازم اقول لك على انجازاته. اكبر حارس صد ضربه جزاء في تاريخ كاس العالم، اكبر لاعب مشاركه في تاريخ كاس العالم، ومعاه 4 بطولة أفريقيا، ووصل للنهائي مرة وخسرها. هو الكابتن عصام الحضري، أسطورة حراسة المرمى في مصر وأفريقيا والعالم. في المركز الثاني هو كان عميد لاعبي العالم، بعد كده المركز الأول ده خطفها منه بقى عميد لاعبي العالم، بعد كده اتخطفت منهم هما الاثنين عن طريق كريستيانو رونالدو، وسبقهم هما الاثنين ولعب أكتر منهم، وبقى هو عميد لاعبي العالم. هو اللاعب الأسطوري مهاجم مصر الأول والأوحد وأقوى مهاجم جه في تاريخ مصر، صاحب ال 15 بطولة دوري، وبالمناسبة هو موجود في أكتر 10 لعيبة تتويجا بالبطولات في العالم. لو عايز تعرف هما مين أنا سايب لك لينك الفيديو تحت، انزل اتفرج عليه. هو الأسطورة، المهاجم الفذ القوي، المدرب الذي لم يحقق بطولات بعد، ومدرب منتخب مصر لكرة القدم، هو العميد حسام حسن. حسام حسن واحد من اساطير الكره المصريه، لعب مع منتخب مصر 177 مباراه كامله، ده رقم يخض اي حد، انك لاعب اكتر اصلا من 150 مباراه، فتخيل لاعب 177 مباراه، ده رقم اسطوري. بس نيجي هنا بقى للمركز الاول. المركز الاول ده كان اساسا عميد لاعبي العالم، ومصر كلها عارفه القصه دي وعارفه مين هو. نص ملعب منتخب مصر، لعب في كل الانديه الجماهيريه، اهلي زمالك اسماعيلي، ما خلاش حاجه ما لعبش فيها. من مركز مغاغه، كان بيلعب في نادي مغاغه، وانتقل بعديها لنادي الاسماعيلي، بعد كده رحله احتراف، رجع على الاهلي، لعب في الزمالك، بعد كده اتنقل في الانديه، اعتزل ومرن بتروجيت في نفس الوقت، وهو لاعب في اخر سنه ليه. هو الاسطوره في خط نص الملعب، وهو مسجل الأهداف الحاسمة، صاحب الأداء الأسطوري في بطولة 2010. هو كابتن أحمد حسن، العميد لاعبي العالم سابقا ب 184 مباراة كاملة مع منتخب مصر. وبكده نبقى قلنا اكتر 10 لعيبه تمثيلا منتخب مصر في تاريخه، يعني اكتر 10 لعبوا المنتخب مصر في تاريخ المنتخب اصلا. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناه عشان يوصلك كل جديد، وسلام عليكم.